وجهه نظرك. احنا بنحاول نعود الجمهور انه يتقبل الراي وراي الاخر. من وجهه نظر كابتن محمد فاروق، افضل 3 حكام في تاريخ الكره المصريه بالترتيب. انت دخلت في قصه تانية بقى. لو عندك 3 مباريات اصعب من بعض ولازم تسند لهم 3، تسند لهم من بدايه التحكيم المصري لحد وقتنا هذا. لا طبعا كابتن محمد حسام. كابتن محمد حسام طبعا، ده الحاج مصطفى كامل محمود برضه. مين؟ كابتن حسين فهمي. حسين فهمي. تمام يا كابتن. اكتر لاعب مشاكس في الملعب قابلته وانت بتحكم؟ احمد عيد عبد الملك طبعا. احمد عيد عبد الملك. فاكر موقف ليه طيب كده معاك في لا هقول لك على موقف ظريف. يعني كنت بحكم الاهلي والزمالك في 2014 وانا كنت في الزمالك. كان السوبر المصري وهو كان بيلعب في الزمالك، فانا كنت حريص ان انا اكون قريب منه، لان انا عارف احمد يعني بالرغم ان انا يمكن اشهرت ليه الكارت الاحمر كتير جدا، لكن انا بحبه على المستوى الشخصي، ولاعيب كويس ولاعيب كبير نرفزه ملعب بس ومدرب حاليا مدرب كبير. فكنت كل لعبه معاه، فالحمد لله الماتش خلص ما فيهوش اي حاجه خالص. فبعدها باسبوعين كنت بحكم الزمالك والاتحاد في استاد اسكندريه، ففي الدقيقه 30 الجون واقع كده كان بيتعالج، فهو ليه بصه ظريفه كده وبتاع، فلقيته بيقول لي يا كابتن فاروق انا كان ليا فاول في اول دقيقه في ماتش الاهلي والزمالك. فبصيت لقيت لعيبه الزمالك كلهم اللي بيضحكوا، يعني احنا خلاص الماتش خلص. انت فاكر كوره في اول دقيقه؟ عايز اخد انذار في اول ماتش، في ماتش الاهلي والزمالك، مش في الماتش اللي هو بيلعبه يعني. انا عارف بقولك عايز اخد انذار على الماتش قديم. كابتن لاعب بقى ما حسيتش بيه وانت بتحكم بقى، ما هو كان نجم بس نجوميته دي ما اثرتش عليه في الملعب، كان ملتزم سلوكيا واخلاقيا وما بتحسش بيه في الملعب رغم نجوميته. ابو تريكه طبعا. فكره كابتن شهيره كده، كابتن قالوا ان هو واقع ومثل وبتاع، وكانت مع حضرتك في ماتش كان حرس الحدود تقريبا زمان قبل ما اخش القائمه الدوليه. اللعبه في الملعب كانت واضحه جدا ان هي ركله جزاء، بدليل ان مفيش حد اعترض عليها خالص، لكن لما شفتها في بعض المباراه في التلفزيون، لا الكوره كانت بره منطقه الجزاء. بره منطقه الجزاء وانت حسبتها ضربه جزاء؟ وحسبتها، لكن انا شفتها عشان كده بقول دايما عمري ما ندمت على قرار في حياتي. يعني انت بتحكم اللي بتشوفه؟ اللي بشوفه على طول، سواء هنا او هنا اللي بشوفه على طول، عشان كده عمري ما ندمت على قرار خالص في حياتي. افضل محلل اداء للتحكيم على القنوات الفضائيه حاليا؟ لا في كتير، خلينا بمنتهى الامانه يعني. انت كابتن 3 قنوات وعليهم 3 مختلفين. كلهم مميزين، يعني سمير عثمان مميز، كابتن احمد الشناوي، ياسر عبد الرؤوف مميز، جهاد برضو كويس، يعني كل المجموعه اللي هي بتحلل بصراحه يعني مميزين جدا. وجهه نظر كابتن محمد فاروق، السدات التحليليه لاداء التحكيم اداره التحكيم ولا فاتوا؟ حاليا يعني مش هقول، يمكن الجانب السلبي اكتر منه ايجابي، بالرغم ان هم بيحللوا، لكن دايما الحكام كتير جدا ساعات بتفكر في القنوات الفضائيه تقول ايه، لكن اللي انا شايفه ان هي اضرت ما نفعتش الحكام. افضل